Let's go. ورقة دقيقة عافية تمام والله أمورك كيف؟ دقيقة عافية كيف حالك؟ خير والله تفضل يا عم الحمد لله والله أمور شنو؟ تمام والله يا أخي والله تمام يا عم تفضل يا والله طيب والله جارين كيف يا عم؟ تعرف يا زمن جديد شنو يا عم؟ يا والله جديد راقد يا صاحبي عليك الله يا والله اشرح لي تمام الجديد يا أخي جديد نم غلط يا أخي الجديد شنو؟ أنا أقول الجديد ذاته يا صاحبي لا عارفك والله عارفك جديد ما أقولك جد ده ولا ما سافر يا سافر 200 يا ده سافر والله زول جدة ولا 100 سنة يا أخي معاه ولا شنو الزول ده عنده أسبوع يا أخي المرة لا لا يا والله الزول ده سافر عنده أسبوع أنا عارف الحاصل ده كله يا زول لا يا برك عارف نفسك طبعا يا أخي ما عندي يا زول الزول ده أنا ولا مش قاعد معاه يا أخي ولا مش بتاع شنو يا الزول ده قلت لك مرق يا صاحبي أنا ولا مش قاعد معاه يا مين الزول ده مرقته وما عارف اللي يحصل له شنو يا والله دي مش مفاجأة ولا شنو؟ والله ما أكلم زول ما ركب راسه بس ومشي لكن أنت ما عارف اللي يحصل له شنو ذاته يا أخي ده زمان الزول بسافر فوق شارع كله مكركب يا بركة والله يا عمك أنا قاعد الزول نحكي وقد كان ماشي ما يكلمكم يا أخي أي والله من المفترض يكلمني والله الزول كنت معاه سوا صديق يا سجاري الله كان حصل حاجة لا لا والله كده تحصل له لكن ربنا يحفظه ربنا يحفظه كان داش أكلوه هذول نحن ما عندنا دين لا يا عم الزول صاحبنا يا عم ما ربنا يحفظه بس يا زول هذه لازم ما في كلام تسلم يا جيب لك الجديد يا صاحبي لا لازم أنا حارتك بركة حارتك يا زول الجديد بركة يا زول هاي تسلم يا عم اوه عندك وين هذا؟ عمر ان شاء الله قوي يا زول هذا قال لي لا ما أعرف قال لي طمنك تجي بالحرارة قال لي وانا داير منه يا زول قال لي اديني جديد يا صاحبي يا صاحبي يا الله اديني لا اديني لا جديد موسم والله يلا ده منو ده؟ يا اخي والله جديد موسم جديد حقنا قال لي يا صاحبي والله ماشي لكن يا اخي صاحبك جد ده ما سافر الزول ده قتله وما جاي كمان والله ما اعرفه قتله ذاته هو يا زول هو والله قتله ده صاحبي يا زول والله قتله ما اعرف انت متأكد يا زول؟ متأكد 100% يا زول 100% الزول ده سافر وقتله ذاته دقيقة انا ماشي يا زول انا كمان معايا يا زول يا زول ما شاء الله شاف راس منتهي زولك ده قتله يا لا حول يا اخي الله يهديك يا ولد غريب والله الليله يا فين الله يجعل لنا خبر او عندك الله يجعل خبر يا ولد زول انا قلت له ما قلت خبر والله يجيب لنا رجال خبر اللي قال وبعد ما يا ولد قال دمنان يا زول الله اقسم بالله بتلاقي الحين كيف الكلام ده؟ والله يسلمك اقوم يجيك بلاقي دم انت بلاقي تحديد القلم انا يا زول انا قلت لك ما كنت تعمل والله يا اخي كارثه اعوذ بالله ده المشكله جابتني لك زاد الحمد لله انت قال هذا لا والله دي مشكله انا ما عليك والله قاعد والله ما عرفت كده الناس ده كلام بيقى كثير والله بيقوا ماسكين كلام الناس بس الناس ده ما صدق كلام صغير والله بيقوا ماسكين انا قلت لك يا ولد والله بجد والله ما قلت والله بجد يعني ده الحين هذا كلام سبحان الله والله وانا دائما بانك انت قاعد يا اخي ما تمشي لا اديك قاعد والله يخليك قاعد انا خبر استمر لا ما اصدق لا هذا كلام غريب والله اللي نفسي كده يا بس الزول ده لقيته بتعرف منه والله كلامه شيء زول بكبفوه يعني لا انا ما علمنا قتلك عادي بعد ما سرقت والله بعد ما سرقت انا دي الحياه حاول ما زود التغير يعني زول ما يكتفي نهائي انا ما يعني خطاب لكن الكلام ده يا رجل قلت لك والله انا انت مبسوط كده يعني انا لك يا زول الدنيا قريب حلال يا زول اي انا سلمت يا زول قال لا والله بيعز كلامه انا خليك تعرف لكن ما جاوب بالك تلقيت قلت لك زول البوري والله حول الله احنا البلد دي زول ما يقول ذاته ما يمر ها لا دي مشكلة
يا أخي والله يا جماعة بركة ده بركة ده أول حاجة كذاب ومنافق. أنا زود ما نمشي نشوفه يا أخي والله لما نمشي نشوفه أحسن. يا جدو يا سلام أخبارك يا أخي؟ الأمور كيف؟ الحمد لله يا زول. أخبارك يا أخي؟ يديك العافية يا غابر بسط يديك العافية. الأمور شنو يا عم؟ وين كده؟ لا قاعد شنو يا عمك؟ في الحجار ده يا عمك يا أخي أنت سافرت ما بتورينا يا ما سافرت هذول قاعد يا أخي والله يا جدو. ها؟ دقيقة بس عمك بركة ده هاي والله يا أخي أول أمس ليه يا أخي؟ أول امبارح قال لي يا أخي أسف قال لي يا أخي زول ده سافر يا أخي قلت أنا زول ده والله سافر امبارح. طب صدق زول زي دي؟ ما عارفه يعني ولا انت؟ ما جدد عندك 3 يوم مختفي يا أخي أنا عارفك كيف. يا أخي ده سوى فوقنا 7 وضمة كيف؟ أقول كده قال فوقنا كلام كثير لكن ما في داعي لقول. يا عمك أنت بركة فاهم يا أخي بركة أنا بالحلة دي ما داير هلا شيء تكبر؟ لا الزول ده اللي نمشي نصفر. يا زول راح له يا زول قتلني أنا؟ والله راح له قتلني وجاني واحد قبل قال لي الزول ده قال قتلك. لا لا يا أخي والله ما خلاص يكون نفس المعلومة سلمنا له سلمها الثاني عرفت؟ والله والله ده زول والله الليلة ده يا رحلة يا أخي والله شرحت الحلة دي شريح يا أخي والله تاري أنا بموت أنا يا أخي يا أخي أنا كرهت الزول ده يا أخي زول عاطل وزول راقد للناس وبسافر بيشويت لكن يا صاحبي يا أخي خليه يموت يا زول وكم مات ذاته يا بركة يا بركة كيف؟ كيف؟ يا جدو اي جدو في شنو كيف انت مريت الحين تقول اشاعات في شنو كيف في شنو يا جماعه يا جدو يا اخي شنو انا ما كتبتك ما كتبتك انا ما كتبتك يا جدو في شنو يا جماعه انت يا بركه ما جبت لي بخشمك ده زول ده سافر انا لقيته في منشور يا اخي انت مستنكر بتصدق المنشورات يا والله انا عارف ان انا لقيته في منشور يا اخي ما دقيقه يا جدو دقيقه انا بنفهمها دقيقه انا يا اخي ما اصدق المنشورات دقيقه انا بنوريكم يا جماعه لقيته منين دقيقه انا نوريكم لقيته منين يا جماعه انا شغل دقيقه يا جدو خلينا نفهم لقيت منشور يا اخي انت ما تصدق المنشورات يا اخي دقيقه تصدق كلام فيسبوك ده يا جدو الفيسبوك يا بركة يا اخي احنا الفيسبوك يا اخي انت مالك انا ما كذاب انا ما كذاب الناس بيشوف انت ما تصدق يا بركة تصدق يعني ولا بركة يا اخي انت اسمع كلامي يا ولد ما بصدق تصدق كيف انا ولا منشور منشور ده انت ما تصدق ايه منشور في كم زول كتلوه ولا منشور ده انا ما خلاص منشور يا جماعة خلاص نقلبوا لها تاني خلاص انت ما نقلبوا لها تاني يا جد انا جد يا انا ما كذاب انا ما كذاب كلم ثاني ادب ولا انت يا تليفون انا قال لي باي ايش استدعى بركة أكبر ذو الخطاب ومنافق ما كذاب الكلام ده ثاني ما يبقى منك ما خطاب كيف يا بركة ما داري الكلام ده شوية لقيت الزول ده مشى سافر ومات في الشارع يا أخي أنت قلت لي سافر ده أميز ده إعلان تعرف الزول ده كيف مسافر أصوره الموضوع ده منك أنت يا بركة أنت أول امبارح قلت لي أنا مرة جابر دي طلقها أما شان رجينا جابر عايشة أحسن عيشة مع مرته ثاني كلامك ده ما يتكرروا جماعة يعني أنا ده كذاب يا خطاب والله خطاب ومنافق وأقولها لك في عينك عمرك ده أنا غايت الحاجات أنا نلقاها في الإنترنت والله ما عندك تليفون يا جابر عشان يعرفوك كذاب والله يا جماعة أنا ده كان قلت لهم نلقاها في الحدث حلتكم دي ما فيها ولا نادي أنا ده كذبت أنا ده والله كذاب ذات شبكة ذاتها ما في ولا عندي تليفون ولا ذات في نادي قريب لنا لكن يا أخي والله ومن قبل ما لك زول تعترف كذاب والله يا أخي جماعة زول كذاب لكن تقبل الناس والله أنا والف الكذب وخلاص لكن يا جماعة من يوم الليلة ده الله يهديني يا جماعة أنا من يوم الليلة ده ممنوع الله يهديني يا جد الزول ده اعترف يا زول ده اعترف شنو الزول ده انا اعرف السياق ما بكذب تاني انا ما بكذب من يوم الليلة ده انا خليت الكذب خلاص والله يا ثاني سمعت منك كلام زي ده ناس ده ناويين لك نية كم ما خليت الكذب انا من يوم الليلة ده انا تاني ما انا امشي كل في بيت فيران ما بنكذب العفو يا جماعة من يوم الليلة ده الزول ده يا جد العفو كويس العفو يا جماعة لله ورسوله ما في